عام 1979 أقدم الرئيس العراقي حينها أحمد حسن البكر على خطوة كادت أن تغير شكل منطقة الشرق الأوسط. أراد البكر إعلان الوحدة بين العراق وسوريا على أن يكون رئيس الدولة المزعومة ويكون الرئيس السوري السابق حافظ الأسد نائباً للرئيس. كان من الممكن أن تقضي هذه الحركة على حاضر نائب الرئيس العراقي حينئذ صدام حسين ومستقبله الذي سيفقد بموجبه هذا الإعلان صفته الرسمية. خطوة استباقية من صدام حسين أدت إلى أن يكون الرجل الأول في العراق لربع قرن، فقد أجبر البكر على الاستقالة في 16 من يوليو من العام نفسه ليصبح صدام حسين رئيساً للعراق في اليوم ذاته. فهم خطوة صدام بإجبار البكر على الاستقالة وتولي سدة الحكم يتطلب معرفة حياته والمسارات التي أدت به في النهاية لأن يكون وجهاً تاريخياً أشعل الحروب وأجج التوتر في الوطن العربي. في 28 من أبريل عام 1937 ولد صدام حسين في قرية العوجة بمحافظة صلاح الدين. والد صدام الذي عمل بالفلاحة توفي قبل ولادته، لينشأ صدام في بيئة فقيرة وأمام احتياجات الأسرة. تزوجت والدته صبحة طلفاح إبراهيم الحسن وأنجبت منه 3 إخوة لصدام، سبعاوي وبرزان ووطبان، وهؤلاء استعان بهم صدام في إحكام سيطرته على العراق. كانت طفولة صدام بائسة حيث عاش في غرفة واحدة مع كل إخوته 3 علاوة على زوج عامله بقسوة. ملامح هذه الطفولة أسهمت في تشكيل شخصية صدام ودفعته لمعاملة الجميع بقسوة إن لم يدينوا له بالولاء المطلق. هرب صدام من تكريت وهو طفل في 10 صوب بغداد للعيش في بيت خاله خير الله طلفاح الذي كان الأب الروحي له. في هذا البيت تعلم صدام السياسة وتعلق بها إلى أن أصبح أقوى رجل في العراق. خير الله طلفاح الذي كان من القوميين العرب كان ضابطاً في الجيش العراقي، أيد ألمانيا النازية على حساب الإمبراطورية البريطانية المسيطرة على مملكة العراق آنذاك وقت الحرب العالمية الثانية، وطرد من الجيش. حين تأسس حزب البعث في العراق عام 51 كان خير الله طلفاح من أوائل المنضمين إليه في العراق. حزب البعث العربي الاشتراكي تأسس في البداية بسوريا عام 47 بأفكار قومية عربية وحدوية، وعام 51 تأسس الجناح العراقي من الحزب. كان صدام صغيراً حين انضم خاله إلى حزب البعث، بل إنه كان صغيراً أيضاً حين انضم إلى حزب البعث عام 57. بعد نحو عام من انضمامه إلى الحزب في 14 من يوليو عام 58 وقع انقلاب عسكري أطاح حكم آخر ملوك العراق فيصل الثاني، حيث قتل فيصل وعدد من أفراد أسرته في ساحة قصر الرحاب بالعاصمة العراقية بغداد لتنتهي الملكية ويتحول العراق إلى جمهورية. لم يكن صدام مشاركا في هذا الانقلاب، لكنه تعلم منه درسا مهما أصبح السمة الأساسية في كل تصرفات صدام، حيث عرف أنه يمكن دائما حل أي مشكلة بإزاحتها بعيدا. لم ينتظر صدام طويلا حتى يطبق الدرس لأول مرة، ففي 7 من أكتوبر للعام التالي دبر حزب البعث محاولة لاغتيال قائد انقلاب 14 من يوليو عبد الكريم قاسم لرفضه الانضمام إلى الوحدة بين مصر وسوريا. أحد مطلقي النار على رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم كان الشاب صدام حسين. فشلت المحاولة لأن صدام أطلق النار مبكرا قبل الموعد المحدد لينجو قاسم، ويتعلم صدام أن إزاحة العقبات تتطلب الصبر والتروي. هذا الدرس القاسي كلف صدام إصابة في الساق جراء إطلاق حرس قاسم النار عليه. هرب صدام فترة وجيزة إلى سوريا لينضم إلى حزب البعث السوري الذي أصبح مجرد ذكره في العراق أثناء حكم صدام خيانة عظمى.
قبل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم الفاشلة، تقدم صدام للالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية ليصبح ضابطا في الجيش. رفض طلبه واضطر لدراسة الحقوق، لكنه لم ينس هذا الأمر ومنح نفسه رتبتين عسكريتين. من سوريا انطلق صدام حسين إلى القاهرة أثناء حكم جمال عبد الناصر الداعي الأكبر للقومية العربية وملهم صدام الأول. لم يكن التحاق صدام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة أبرز محطته في العاصمة المصرية، بل كان توطيد العلاقة مع خاله خير الله طلفاح، حيث تزوج ابنته ساجدة عام 1962. رزق صدام من ساجدة بأبنائه عدي وقصي و3 بنات قبل أن يتزوج سميرة شهبندر عام 1986. عام 63 بعد انقلاب شارك فيه حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر وبعض ضباط الجيش بقيادة عبد السلام عارف في حركة 8 فبراير أو ما عرفت بثورة رمضان. نجح الانقلاب في الاستيلاء على السلطة وقتل عبد الكريم قاسم من دون معاونة صدام هذه المرة. عاد صدام سريعا إلى العراق بعد أن أصبح حزب البعث في السلطة، لكن في نوفمبر من العام نفسه شهد الانقلاب الكبير انقلابا صغيرا إثر انقسام داخلي في حزب البعث. الانقسام أدى إلى إحكام عارف قبضته على السلطة وإقالة أحمد حسن البكر من رئاسة وزراء العراق وشن حملة تطهير للحزب. بعد فترة وجيزة عاد البكر إلى العمل السياسي سفيرا ثم نائبا لرئيس الجمهورية، لكن صدام الذي يعيش في بغداد كان ضمن الأسماء التي شملها التطهير، حيث قبض عليه وأودع في السجن. كان صدام يعمل مع بعض أعضاء الحزب لإنشاء جهاز أمني سري لاغتيال عارف الذي كان عارفا بما يفعله صدام. قبض على صدام عام 1964 بعد تبادل لإطلاق النار قبل أن تنفد ذخيرته. لم يستمر حبس صدام طويلا، فأثناء نقله لإحدى جلسات محاكمة استطاع صدام الذي انتخب أثناء سجنه أمين سر حزب البعث استطاع الهرب في 23 من يوليو عام 66. بعد ذلك بنحو عامين في 17 من يوليو عام 68 كان صدام حسين في طريقه لقصر الحكم ترافقه وحدات عسكرية وقوات من حزب البعث في انقلاب جديد، هذه المرة ضد شقيق الرئيس الأسبق عبد السلام عارف عبد الرحمن عارف. هذه المرة نجح صدام في إزاحة العقبة من دون إطلاق النار. أصبح أحمد حسن البكر الرئيس الرابع للعراق بينما أصبح صدام حسين نائبا له. أثناء فترة نيابته لقريبه أحمد حسن البكر عمل صدام على تحسين الأوضاع في العراق بجانب توطيد سلطته. عمل صدام على رفع مستوى التعليم والصحة والخدمات كالكهرباء والماء، لكن وقف التمويل كان عقبة في مشروع صدام لتطوير بنى العراق التحتية. ولإزاحة هذه العقبة أمم صدام حسين عام 72 قطاع النفط في العراق، الخطوة التي ساعدته في تحقيق طموحه بتطوير العراق. وكقومي يساري كان التقارب بين العراق والاتحاد السوفيتي وقتها يزداد بالدرجة التي أقلقت الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي وقتها نيكسون إلى زيادة دعمه للأكراد. هذا التصعيد أدى إلى اندلاع الحرب العراقية الكردية عام 74 على حدود العراق الشرقية. كانت الجارة إيران تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي داعما أساسيا للأكراد في العراق ردا على استضافة العراق للخميني. هذا الدعم شكل عقبة أمام صدام في مواجهة الأكراد، لكنه في ذلك الوقت لم يستطع الدخول في حرب مع إيران. كان على صدام أن يبحث عن حل آخر لإنهاء دعم الشاه للأكراد. عام 75 بوساطة من الرئيس الجزائري حينها هواري بومدين عقد صدام اتفاقا يقضي بوقف إيران دعمها العسكري واللوجستي للأكراد مقابل إعادة ترسيم الحدود في نهر شط العرب ليصبح لإيران الحق في نصفه، بعد أن كان النهر كله ضمن حدود العراق. كما تضمن الاتفاق طرد الخميني من النجف.
الاتفاق مكن صدام من الانتصار في الحرب على الأكراد بسهولة بعد أن توقف عنهم الدعم الإيراني. بعد ذلك بعام حصل على رتبة لواء في الجيش قبل أن يحصل على رتبة المهيب الركن التي توازي رتبة مشير في التقاليد العسكرية. لكن العقبة الحقيقية أمام صدام حسين كانت الاضطرابات في العراق التي أدت إلى عديد من الانقلابات في فترات قصيرة، ما يعني أنه لن يأمن في منصبه ومن ثم مستقبله إلا إذا كان محاطاً بمن يثق بهم. وعي صدام درس الصبر والتروي، وعمل منذ أيامه الأولى في منصبه نائباً لرئيس الجمهورية بخطوات ثابتة غير متعجلة لتأمين نفسه. ففي الأسابيع الأولى فقط للانقلاب على عبد الرحمن عارف أحال 3000 ضابط إلى التقاعد، إضافة إلى عديد من المسؤولين البارزين. في المقابل كان يعين مكانهم إما أقاربه وإما أعضاء في حزب البعث، وكان الاختيار المثالي دائما لأقاربه من أعضاء الحزب. على سبيل المثال تقلد خاله وحموه خير الله طلفاح منصب محافظ بغداد عام 68 عقب الانقلاب مباشرة. أما أخوه غير الشقيق برزان فقد أصبح نائبا لرئيس المخابرات العامة قبل أن يتسلم رئاسة الجهاز عام 76. سار صدام على هذا المنوال بقية حياته، فسيطر على مفاصل العراق. ورغم أن أحمد حسن البكر الرئيس الرسمي، فإن السلطة الفعلية كانت في يد صدام، الأمر الذي تنبه له البكر متأخراً. ففي إحدى المرات حاول حامد الجبوري الذي تولى عددا من الحقائب الوزارية أثناء رئاسة البكر تقديم استقالته، ففوجئ الجبوري برفض البكر للاستقالة لأنه ببساطة لا يستطيع الموافقة عليها، فهم جميعا أسرى لنظام صدام. كخطوة أخيرة يائسة حاول البكر أن يوحد بين العراق الذي يحكمه حزب البعث وسوريا التي يحكمها أيضا الحزب نفسه. كانت الترتيبات بين البكر والرئيس السوري حافظ الأسد تقضي بأن يكون البكر رئيس الدولة على أن يكون حافظ نائبا له. هذه الخطوة كانت ستطيح بصدام من الحكم، وسيصبح كل ما فعله من محاولات التطوير والتمكين هدايا مقدمة للبكر على أطباق من الذهب. أصبح أحمد حسن البكر العقبة التي تقف أمام صدام حسين، وكانقلابه الأبيض على عبد الرحمن عارف نفذ صدام انقلابه الأخير، حيث وقع البكر على استقالته من رئاسة العراق في 16 من يوليو عام 79 ليصبح صدام منذ ذلك التاريخ رئيسا للعراق. لم تذكر الوثائق والتقارير حتى الآن كيفية إجبار البكر على الاستقالة، لكنه ظل رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته بعد 3 سنوات. منذ ذلك التاريخ أصبحت أفعال صدام محسوبة عليه وليس بصفته جزءاً من النظام. استقالة أحمد حسن البكر لم تكن كافية لإحكام صدام السيطرة على الأمور، فخطة البكر المجهضة في إعلان الوحدة مع سوريا كان لها مناصروها في البعث العراقي والسوري. ورغم أنه أصبح رسمياً الرئيس، فإن العراق الذي اعتاد الاضطرابات والانقلابات يمكن أن ينقلب على صدام هو الآخر. شكل الأمر عقبة جديدة، فالمشكلات المعاصرة تتطلب حلولا سريعة. هذه المرة تكمن إزاحة العقبة من أمام صدام في إرهاب الجميع واختلاق عدو استراتيجي لا يقدر على مواجهته إلا هو. تقنيتان مارسهما صدام مرات عدة. بعد 6 أيام فقط من توليه الحكم عقد صدام مؤتمرا لحزب البعث في قاعة الخلد، يمكن أن يكون من أشهر المؤتمرات الحزبية في التاريخ. كيف بدأت عملية الغدر والخيانة لتكوين تنظيم داخل الحزب
اعترف سكرتير البكر المستقيل محيي عبد الحسين في المؤتمر بمؤامرة كانت تدبر لصالح البعث السوري، وذكر 68 اسما من شركائه في المؤامرة. أصبح الجميع داخل العراق يخشون صدام. ما لم يتوقعه صدام هو اندلاع الثورة في إيران عام 79 بقيادة الخميني الذي طرده صدام من العراق منذ 4 سنوات. صدام والخميني اشتباكهما كان حتميا، ففي سبتمبر عام 80 بعد أن أعلن العراق أن إيران استهدفت بعض قواته على الحدود، أطلق العراق هجومه على القوات الإيرانية فيما عرفت بحرب الخليج الأولى. حتى أغسطس من عام 88 لم تكن ثمة مؤشرات على انتصار أي من الجانبين في الحرب الأكثر دموية في الشرق الأوسط. ومع طول أمد الحرب استنزف الجانبان، ما دفع صدام إلى قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن عقبة كبيرة واجهته من جديد برفض إيران لوقف إطلاق النار. لا يمكن لصدام استخدام القوة لأنه بالفعل في خضم حرب دائرة تفضي إلى نتيجة صفرية، ولا يمكنه استخدام السلاح النووي لأن مفاعل تموز الذي أنشئ في العراق بالتعاون مع فرنسا استهدفته الطائرات الإسرائيلية في 7 يونيو عام 81. ورغم أنه حسب المعلن مفاعل نووي سلمي يهدف لإنتاج الطاقة وليس للأغراض العسكرية، لكن خوف إيران وإسرائيل من أن صدام ربما يستخدم المفاعل في تصنيع قنبلة نووية دفعهما للتعاون لتدميره. لم تنتهي الحلول العنيفة في جعبة صدام لإزاحة هذه العقبة، إذ يمكنه إزاحتها بالتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية التي استخدمها لصد التوغل الإيراني في الأراضي العراقية على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة. كانت أمريكا في ذلك الوقت الداعم الأكبر لصدام في حربه ضد إيران، لأنها تريد التخلص من نظام الخميني أو على الأقل تحجيمه. تورد فورين بوليسي من الوثائق المفرج عنها للمخابرات الأمريكية أنه عام 88 علمت الولايات المتحدة من خلال صور الأقمار الاصطناعية أن إيران كانت على وشك الحصول على ميزة استراتيجية كبيرة باستغلال ثغرة في الدفاعات العراقية. ونقل مسؤولو المخابرات الأمريكية موقع القوات الإيرانية إلى العراق، مدركين أن جيش صدام حسين سيهاجم بالأسلحة الكيميائية كغاز السارين أو ما يعرف بغاز الأعصاب وغاز الخردل، لأنه ببساطة بدأ استخدامه لصد أي توغل إيراني في الأراضي العراقية بداية من عام 1983. أرسل صدام تهديداً مباشراً لطهران باستخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً إذا لم تنهي الحرب وتقبل بالتفاوض. الأسلحة الكيميائية التي استخدمها صدام لم تسقط النظام الإيراني، لكنها كانت أحد أسباب سقوط نظام صدام بعد 15 عاماً من انتهاء الحرب. قبلت إيران وقف إطلاق النار وانتهت الحرب، حيث بدأت مع دمار كبير في البنى التحتية مصحوباً بنحو 1,000,000 قتيل من الجانبين. لم تتوقف خسائر العراق على عدد القتلى والدمار، بل امتدت إلى الاقتصاد، فخوض حرب على الحدود 8 سنوات مكلف ما أجبر صدام على الاقتراض من حلفائه الغربيين ومن جارته التي لم يدخل في صراع معها الكويت. أصبح العراق مثقلاً بالديون بمليارات الدولارات المستحق دفعها. حين احتاج صدام إلى إنعاش الخزينة لجأ إلى تأميم النفط، فأصبح مملوكاً للدولة. يكمن الحل هذه المرة في زيادة سعر النفط عن طريق تقليل الإنتاج. الكويت كانت تتمتع بمخزون ضخم من البترول، التقديرات تشير إلى امتلاكها نحو 730 حقل بترول في ذلك الوقت. أحرق صدام منها 600 حقل في حرب الخليج الثانية. طلب العراق تخفيض الإنتاج فرفضت الكويت، وأصبح صدام أمام عقبتين جديدتين: توفير المال وسد ديونه للكويت. اختلق صدام ذريعة أن الكويت تنقب بشكل غير مشروع في حقول بترول عراقية، وعليه أطلق حملته لغزو الكويت أو حرب الخليج الثانية.
في أغسطس عام 1990 سيطر صدام على الكويت. بقاؤه في الكويت لم يدم طويلا، فنفوذ صدام آخذ في التلاشي، ولن يتمكن من إزاحة أي عقبة في طريقه سوى زوج ابنته وابن عمه حسين كامل المجيد. غزو صدام للكويت جر عليه عداء حلفائه في الغرب، وبعد أن ساندوه في حربه ضد إيران أصبح عليه أن يواجههم في حرب تحرير الكويت. عقب ضم صدام للكويت فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على نظام صدام الذي يعاني تراكم الديون. في غضون أشهر تشكل تحالف دولي لأكثر من 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة بعد اعتماد مجلس الأمن قراره 678 في 19 من نوفمبر عام 1990 والقاضي باستخدام كافة الوسائل اللازمة بما فيها القوة العسكرية ما لم تنسحب القوات العراقية من الكويت. وحدد القرار يوم 15 من يناير 1991 موعدا نهائيا لهذا الانسحاب. لم يستجب صدام لذلك لتبدأ عمليات التحالف الدولي في 16 من يناير، وفي 27 من فبراير أنجزت مهمة تحرير الكويت وانسحبت القوات العراقية منها. لم يكن الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الأب يرغب في إسقاط صدام، لكن الرغبة في محاربته انتقلت لابنه جورج بوش الابن. خرج صدام من حرب الخليج الثانية مهزوما خاسرا لحلفائه وجيرانه مثقلا بالديون والعقوبات. أما عن كنز صدام الذي يلجأ إليه دائما النفط، فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا أيضا عليه. هذا القرار شهد انفراجة طفيفة عام 96 بعد الموافقة على اتفاق النفط مقابل الغذاء، لكن هذا الاتفاق لم يحسن كثيرا من أحوال العراقيين الذين عانوا الفقر وقلة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار. بعد الحرب واجه صدام ما كان يخشاه، فقد استيقظ العراق في صبيحة أحد أيام أغسطس عام 95 على خبر هروب حسين وصدام كامل أبناء عمومة صدام حسين وزوجي ابنتيه رغد ورنا، ومعهم أبناؤهم إلى الأردن، حيث طلبوا اللجوء من الملك حسين ملك الأردن. حسين كامل الذي كان مقربا من صدام حسين رغم أنه كان وزير التصنيع العراقي بشكل رسمي، فإنه كان أكثر نفوذا من قيادات عسكرية تفوقه رتبة. الإسقاط هذا شيء نعمل بموجبه، بنفس الوقت خروجنا أثر تأثير مباشر على وضع القطاعات العسكرية. العمل سيكون من داخل العراق، وسيكون الساحة العربية هي كلها ستعمل أيضا للإطاحة بالنظام الحالي الموجود. عاش حسين وصدام كامل في الأردن حتى عرض صدام عليهما العودة مقابل العفو، الأمر الذي قبله حسين وصدام كامل في فبراير عام 96، وبالفعل عاد إلى العراق. في 23 من فبراير بالعام نفسه حصرت بعض القوات المنزل الذي يقيم فيه حسين كامل، وعلى مدى ساعات تبادلوا إطلاق النار في عملية انتهت بقتل حسين كامل وشقيقين له ووالده وكل الأطفال والنساء الذين كانوا بالبيت. هذه المرة استخدم صدام قوات من عشيرته كان على رأسها عم صدام حسين وحسين كامل علي حسن المجيد. كانت تلك العقبة الأخيرة التي يتمكن صدام من إزاحتها قبل أن يفقد قدراته. بعد هزيمة صدام في حرب الكويت وفرض الحظر على صادرات النفط، عادت أمريكا للتفتيش في دفاتر صدام القديمة حين كان حليفاً لها. ففي حربه ضد إيران استخدم صدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المعروفة بأسلحة الدمار الشامل. ولم يثبت أن صدام استخدم أسلحة دمار شامل في حربه ضد الكويت، كما لم يثبت أنه استمر في تطويرها، لكنه أيضا كان يرفض التعاون مع لجان التفتيش الدولية، ما أثار الشكوك أو على الأقل ما فتح باب الذرائع أمام خصومه. ظل صدام في السلطة بعد حرب الكويت سنوات عدة استطاع فيها اختلاق عدو استراتيجي جديد هي الدول الغربية
هذه المرة من دون قدرة على مواجهته ولا هدف يمكن تحقيقه. كان العراق وتحديداً صدام ضمن بنك أهداف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش رداً على هجمات 11 من سبتمبر. بعد غزو أفغانستان اتهم العراق باستمراره في تصنيع وتخزين أسلحة دمار شامل، وكجزء من خطة واشنطن للقضاء على الإرهاب ارتأت إلى إزاحة صدام من حكم العراق والتخلص من أسلحة الدمار الشامل المزعومة. كانت خطط غزو العراق جاهزة وتنتظر تأييداً دولياً. ففي فبراير عام 2003 طلب وزير الخارجية الأمريكي حينها كولين باويل من مجلس الأمن الضوء الأخضر لشن عمل عسكري ضد العراق. رفض مجلس الأمن وأعلن رغبته في إرسال مبعوثين للعراق للتفتيش. هذه المرة تعاون صدام مع مبعوثي مجلس الأمن، لكن بعد فوات الأوان، ويبدو أن صدام وجد أخيراً من يواجهه بأسلوبه. فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنه لن ينتظر التقارير الصادرة من مبعوثي اللجنة وهيئة الطاقة الدولية. في 19 من مارس بدأ التحالف الذي شكلته أمريكا وبريطانيا ضرباته الجوية على العراق. في 9 من أبريل عام 2003 سقطت العاصمة العراقية بغداد في يد التحالف، وانتهى حكم صدام حسين لجمهورية العراق، وتبقت له 8 أشهر قبل أن تقبض عليه القوات الأمريكية في 13 من ديسمبر لعام الغزو نفسه. قضى صدام حسين السنوات ال3 المتبقية له في حياته سجينا مع بعثيين آخرين على ذمة محاكمته بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وفي 30 من ديسمبر عام 2006 نفذ في صدام حكم الإعدام شنقا.